هو ايه معنى الاذن؟ يعني ايه واحد يدي واحد اذن انه يذكر ربنا وانت تطلع مين كبرت او صغرت علشان تتدخل في علاقتي بربنا وتقول لي اذكره او ما اذكرهوش؟ هو انا مين عشان ادخل في علاقه اي انسان بربنا؟ بس اللي وصل للساده المتابعين الكرام انه قضيه الاذن في الذكر كانها تسلط، كانها كهنوت، كانها تحكم، كانه واحد بيفرض نفسه عليك وبيقول لك تذكر ربنا باذني انا وبمزاجي انا. على فكره الصوره دي اللي وصلت للساده المتابعين الكرام صوره مرفوضه طبعا، ده انا ادعوهم الى رفضها، وانا معهم لرفض كل من يحاول ان يفرض نفسه وان يجعل نفسه وسيط بين الانسان وربنا ولو كنت انا. انما ايه معنى الاذن اللي احنا بنتكلم عنه؟ معنى الاذن هديه، تشرف بالخدمه، بما معناه انه التجربه التي عشتها وتخرجت عليها بين يدي اساتذتي وجربتها على نفسي وجاهدت بها نفسي وذكرت بها المولى جل جلاله واثمرت عندي ثمره، فجاء انسان يريد ان يستفيد من هذه التجربه، اقول له بكامل الحب والسرور اتفضل، واتشرف ان اهديك تجربتي واهديها لك اهداء يسمى بالاذن. بس انا ذكرت بيه بعد ما استاذنا اللي انا لازمته وعشت معاه قال لي يا ابني بنقوله ب 658، هل سيادتك تسمح ان انا اعيش نفس التجربه وانتفع؟ يقول لي يا ابني اتفضل، يا ابني ده مفتوح، بنكرر نفس التجربه يا جماعه مفتوح، خد الاسم ده بالعدد ده، عايز تقوله من غير عدد قوله. الاذن معناه نقل للخبره، معناه انه قد يكون انتقال جيل من وراء جيل بلسان طاهر من وراء لسان طاهر، قد يكون صاحبه بركه، قد يكون صاحبه شيء من النور، قد يكون ادعى للقبول. ادي كل معنى الاذن. لو ذكرت العزيز 100 مره مش 658 ستحدث في القلب بركه، وانه مطلق الذكر فيه نور، الا بذكر الله تطمئن القلوب. بس احنا مش بنتكلم عن مطلق البركه والانس والنور والفتح بذكر الله، ده انا بتكلم عن النور والبركه والانس اللي بيبني بمنهج. المنهج مستفاد من تجربه المسلمين الروحيه في فهمهم العميق للذكر، من ابو هريره رضوان الله تعالى عليه اللي كان يذكر بعدد، ابو الدرداء كان يذكر بعدد، فاطمه بنت الحسين كانت تذكر بعدد، عمير بن هانئ من التابعين وخالد بن معدان، كابرا عن كابر وجيل من وراء جيل، الى الشيخ عبد القادر الجيلاني، الى ابو الحسن الشاذلي، الى ابن تيميه اللي كان يذكر يا حي قيوم 40، الى ابن القيم، الى العز بن عبد السلام، الى شيوخنا الشيخ عبد الحليم محمود ومحمد متولي الشعراوي والشيخ احمد رضوان وائمه العلم والهدى، كابرا عن كابر. يعني خلي بال حضرتك، ده مش كلام صوفي وسلفي اتفق عليه الصوفي كابو الحسن الشاذلي واتفق عليه السلفي كابن تيميه، وقال به الصحابي كابي هريره، وقال به المتاخر كعبد الحليم محمود. يا جماعه ده اجماع المسلمين، ولا يعني هذا انه ما اذكرش الا بعدد. اذكروا الله على كل احيانكم، بكل صوره، بكل حال، بكل هيئه، بعدد وبغير عدد، بس الذكر بعدد اكثر منهجيه. زي ما ينفعش تدخل التدريب في الجيم فتدخل على اي جهاز وتعمل باي عدد، المدرب يقول لك ما ينفعش، هيعمل عضله مشوهه، هو هيبني عضله بس مشوهه، مفيش منهجيه. اي حاجه معها المنهجيه تبني، اي حاجه تشيل منها المنهجيه ولو كانت الصلاه. ما هو الخوارج مش كان يحقر احدنا صلاته الى صلاتهم وتلاوته للقران الى تلاوتهم، ومع ذلك يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمي، لانه اكثر منها كثره بالغه بس من غير منهج. يروي الامام ابو نعيم في الحليه وابن سعد في الطبقات بسند صحيح صححه الحافظ ابن حجر ان ابا هريره الصحابي اهو كان يذكر في اليوم ب 12,000 تسبيحه. طب جابها منين؟ ده ما فيش في الحديث النبوي اذكروا الله ب 12,000 تسبيح، ما فيش في القران الكريم اذكروا الله ب 12,000 تسبيح، بس ده هدي الصحابي اللي قعد مع سيدنا النبي وعاش معاه وشرب منه وفهم منه، بس ركب القران الكريم مع الوجود، مع قانون الكون وفهم الوجود زي ما هقول بعد لحظه، مع فهم النفس البشريه. لما ربنا قال اذكروا الله ذكرا كثيرا وانزل لي اسماء الله الحسنى واعطاني النفس المركبه من مراتب وطبقات النفس الاماره والنفس اللوامه والنفس المطمئنه، فبدا يقول ربنا لما قال اذكروا الله ذكرا كثيرا كانه بيقول لك الذكر ده يهذب النفس الاماره. اذا ذكر بالعدد ده، جاب العدد منين؟ من التجربه. يعني ايه التجربه؟ يعني تعالى ناخد الذكر الفلاني، الاسم معين من اسماء الله الفتاح ولا الكريم ولا العزيز، واكرره بعدد معين بقانون معين فيحدث اثر في النفس. فبدا سيدنا ابو هريره يذكر في اليوم ب 12,000، وبعد ال 12,000 كان لا ينام كما يحكي ابن كثير في البدايه والنهايه الا اذا جاب خيط عامله وعاقد فيه 1000 عقده، فيكر ال1000 دي يبقى 1000 تسبيحه قبل ما ينام و12,000 اثناء اليوم. ولم تذكر في الكتاب ولا في السنه، بس مفهومه من نسق الكتاب
والسنة أن كل شيء في الكون قائم على قدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر فقدرنا فنعم القادرون. قدر فهدى. قدر يعني أحكم، يعني حسب، يعني أقام الكون على قانون، على عدد معين، على نسبة حسابية معينة. في طريقة للحساب بتضع لكل حرف من الحروف رقم، والطريقة دي تتوارثها العرب من أيام الجاهلية، وعاشت عليها أول ما جه الإسلام، وفهمت بها كثير من الشرع الشريف، ووجدت في الزمن النبوي فأقرها، ثم عاش بها المسلمون من بعد. عرفت بحساب الجمل. ترتب الحروف على ترتيب أبجد هوز إلى الحرف الغين، إلى ترتيب 28 حرف، فتبقى الألف بواحد، الباء باثنين، الجيم بثلاث، ما بكملش بعد العشرة ب11 و12، بعد العشرة بيبقى الحرف اللي بعده بياخد 20 30 40، الحرف 100 اللي بعده ياخد 200 لحد ما يبقى 1000. تمام. ال 28 حرف وجدنا انها بتبدا بواحد وتنتهي ب1000 بهذا القانون. واللي شرح هذه الطريقه حاجه اسمها الموسوعه العربيه العالميه الصادره عن المملكه العربيه السعوديه بعنايه سمو الامير سلطان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد السابق. هتلاقي بعض ابناء المنهج السلفي يقول لك ده كلام مبتدع، وحساب الجمل دي جاء من فلسفه اليونان ومن فلسفه ارسطو. لا، غير صحيح. اللي موجود في الموسوعه بيقولوا انها استعمال العرب، والعرب لما كانت بتيجي تقول ان انا عايز ادفع في الموضوع ده 900 دينار يقول لك سادفع فيه ظن، لانه الظاء ب900 والنون ب50، يبقى هدفع فيه الرقم اللي يوازي من الحروف كلمه ظن عشان افتكره بكلمه ظن دي. لما اخد اسم الله العزيز من واقع هذا الجدول هتلاقي انه العين ب70، ازاي ب7 واتكررت مرتين يبقى 14، مع ال70 يبقى 84، والياء ب10 يبقى 94. يبقى لو عايز اذكر ربنا باسم العزيز يبقى اذكر 94. طب وبعدها اذكر 94 ثانيه و94 ثالثه و94 رابعه الى ما لا نهايه. امال ايه 658 اللي حضرتك هناخد ال 94 ونضربها في 7. ليه 7؟ لانه السبعه عند العرب ومن واقع القران عدد كمال. عشان كده جعل الطواف حوالين الكعبه 7، علشان كده الايام الاسبوع 7، علشان كده السماوات 7، علشان كده فقرات العنق 7. حتى الف الامام صلاح الدين الصفدي كتاب اسمه طرد النبع في عجائب عدد السبع، بيقول لك السبعه ده قانون كوني. اخد ال 94 اللي هي مجموع الارقام اللي توازي حروف كلمه عزيز واضربها في 7 تبقى 658.